بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد ما عملت لكم فيديو لإزالة شعر الوجه، رايحين نعمل إزالة شعر المنطقة الحساسة بدون ألم، وكذلك طريقة فعالة لاختفائه وعدم ظهوره مرة أخرى تدريجيا إلى أن يختفي نهائيا بحول الله. نحتاج في هذه الوصفة إلى زيت قرنفل، زيت القرنفل، نحتاج إلى زيت القرنفل وهو يعتبر كمخدر للمنطقة. نحتاج لملعقة من الترمس المر، لازم يكون الترمس المر. نحتاج لملعقة مطحونة على شكل بودرة، والملعقة هي ملعقة شاي. نحتاج للمكون الرئيسي والسحري في هذه الوصفة إلى الخل الأبيض، لازم يتوفر عندكم خل أبيض. أولا بالنسبة للمشتركات قناتي اللي يزيلوا الشعر بأي طريقة أخرى غير الشفرة، تاخذي زيت القرنفل تضعيه على المنطقة الحساسة، تاخذي نقطة فقط وتدلكي المنطقة الحساسة عندك لمدة 5 دقائق، تتركيه حتى تشرب البشرة، وبعدها قومي بعملية إزالة الشعر بأي طريقة أنت تقومين بها، قلت من غير الشفرة. وبعد ما تنزعي الشعر ناخذ 5 ملاعق كبيرة، أي 5 ملاعق طعام كبيرة من الخل الأبيض، 5 ملاعق طعام. من الخل الأبيض، لازم خل أبيض، ما في وحدة تقول لي خل تفاح، أو لازم الخل الأبيض في هذه الوصفة تستلزم خل أبيض. ونأخذ ملعقة من الترمس المر، ملعقة شاي من الترمس المر، نضعها في الخل الأبيض ونخلط المكونات مع بعض جيدا. بعد نزع الشعر خذي قطنة طبية واغمسي القطنة في المحلول الخل الأبيض مع ترمس المر، وضعي الخل الأبيض مع ترمس المر على المنطقة الحساسة وكل الأماكن التي نزعتي منها الشعر. كرري هذه العملية يوميا إلى غاية المرة القادمة لنزع الشعر. في المرة راح تلاحظي أن نمو الشعر عندك صار خفيف جدا، ومع كل مرة تنزعي فيها الشعر كرري هذه العملية. يمكنك الاحتفاظ بهذا السائل في الثلاجة واستخدامه على مدى الوقت، ضعيه في قارورة واحتفظي به في الثلاجة، ولا داعي أنك تعيدي الخلطة في المرة القادمة. بالنسبة للمشتركات اللي ينزعوا الشعر بواسطة الشفرة، عند نزع الشعر بالشفرة اغمسي الشفرة في الخل الأبيض لوحده، الخل الأبيض لوحده، وأنت تنزعي الشعر ضعي الشفرة في الخل الأبيض وانزعي الشعر، واغمسي الشفرة في الخل وانزعي الشعر حتى تنزعي كل الشعر بالشفرة. بعد ما تخلصي نهائيا نزع الشعر نفس الطريقة اعمليها، انك تاخذي الخل الابيض وتضعي عليه ملعقة شاي من الترمس المر وتمسحي المنطقة عندك بعد نزع الشعر نهائيا بواسطة هذا السائل. كرري العملية كذلك يوميا إلى أن نزع الشعر القادم، وراح تلاحظي أنه ينمو
نمو خفيف جدا، ومع الاستمرار تنتهي مشكلة الشعر عندك. بالنسبة للاحتفاظ بالسائل، احتفظي به في الثلاجة عندك وكرري العملية يوميا. هذا السائل راح يعطيك كذلك تبييض للمنطقة الحساسة، وراح تلاحظوا النتيجة إن شاء الله من الأسبوع الأول من الاستعمال، وذلك بفضل الخل الأبيض والترمس المر والفعال في التبييض، وهو يقلل من نمو الشعر. إن شاء الله اللي طلبوا مني الفيديو يكونوا فهموني وفهموا الطريقة، وأتمنى منكم فضلا لا أمرا تدعموا لي قنواتي الثانية بالاشتراك. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.